دونك هذه هي الحلوى د اليوم، كتجي فحال هكا، كتجي بنينه بزاف. ودابا ندوزو المقادير كيفاش كنديروها. دونك اول حاجه كتحتاجو 200 غرام د الزبده، 150 مليلتر د الحليب، و 200 مليلتر ديال السكر. غتحطو الزبده، من بعد غتحطو السكر والحليب حتى هو، وغطحنو هادشي كامل مع بعض. كيف ما شفتوا انا خديت اناء اخر درت فيه 500 مليلتر ديال الطحين، من بعد غنزيد 300 مليلتر ديال مايزينا، وغنحتاجو 2 معالق ديال الخماره حمراء، 2 معالق صغار، وغنخلطو هاد المكونات كاملين بيناتهم. دونك كما كتشوفوا البنات، ها هي الزبده كلها تجمعات ولات بحال هكا. دونك احسن طريقه هي انه نذوبوها اول حاجه وعاد نحطوها. كما كتشوفوا البنات، ها هي الزبده ذوبتها، ودابا غنرجع مع الخليط وغنطحن هادشي كامل. دونك طحنت هادشي كامل، من بعد الخليط ديال الطحين اللي درنا قبيله غنخلطوه مع هاد الزبده، غنكبوه كامل فوق الزبده. كما كتشوفوا انا ضفت الخليط كامل، ودابا هادشي كامل غنطحنوه مع كيف ما كتشوفوا انا يلاه بدلت الراس ديال الطحانه، حيت الراس الاخر كيلصق فيه داكشي كامل. هذا احسن، كتطحن مزيان. هانتوما البنات، هاهي العجينه وجدات، كتجي بحال هكا. دابا غنخليوها ترتاح نص ساعه. دابا دازت نص ساعه البنات، دابا غنبداو نشكلو في الحلوى ديالنا. كتجي بحال هكا، من بعد كناخدو شويه العجينه وكنحاولوا نديرو فحال هكا كما كتشوفوا. نحاولوا نشكلوها طويله بحال هكا. ما تكونش رقيقه بزاف، كما كتشوفوا انا خليتها شويه غليظه. ومن بعد غنقطعوها على حسب شحال ما بغيتو. بغيتوها تجي كبيره كتقطعوا طرف يكون كبير، مي من الاحسن كتجي ما صغيره شويه، يعني ماشي تكون كبيره. وبحال هكا كنبداو نكوروها دوائر بحال هكذا. ونفس الشيء بالنسبه للعجينه كامله. هي هاد الحلوى كتجيب يعني بزاف، كتخرج لكم بزاف بحال هكا كتجي. من بعد غنحطوها في الطاوه، دونك حتى نعمروا الطاوه كامله. من بعد غنوريكم. هيا البنات، الحلوى كتجي بحال هكا. كيف ما كتشوفوا الطاوه عمرات كامله. دابا خصنا نخشيوها غير في الفران لمده ربع ساعه، ودرجه حراره الفران تكون 175. دونك هاهي الحلوى طابت، كتجي بحال هكا، كتاخد اللون ديالها، كتجي بنينه وهشيشه وفنه. ودابا غندوزو للتزيين. للتزيين غنحتاجو سكر كلاصي، وغنرشو على الحلوى من الفوق. من الاحسن تكون سخونه باش السكر كلاصي يشد فيها مزيان. وكنزينوا الحلوى كامله. دونك البنات، هذا كان هو الفيديو اليوم. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش تخلوا لي في الكومنتيرات كيف جاتكم الوصفه. وغنخلي لكم في صندوق الوصف المقادير كاملين بالضبط اللي غتحتاجوا. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.